مساء الخير. الدنيا كلها مقلوبة علشان شيرين رجعت لحسام، وكانت مفاجأة للناس كلها. طب تعالوا نعرف ايه تحليل لغة الجسد لحسام وشيرين أثناء كتب الكتاب. بالنسبة لحسام، الحنية بتاعت كتفه دي لقدام كده ده معناه الخضوع، وقفلت ايده على بعضها كده معناه الانغلاق. أما شيرين فمش مركزة مع الشيخ خالص ولا كلام الشيخ، في حاجات بتدور في دماغها بتحاول السيطرة على المشاعر السلبية اللي جواها. هي مش سعيدة خالص على الإطلاق، دخلت في حالة تفكير عميقة، وحالة التفكير دي بتفصلها عن المحيط الخارجي. وقفلت إيديها دي بتحاول تداري التوتر اللي جواها، بتغمض عينيها وبتفكر وبتلوم نفسها وبتقول لنفسها أنا مذنبة. بصة في الأرض وبتفتكر حاجات حزينة مرت بيها، وده تعبير عن رغبتها بإنها مش عايزة إشارات من الناس اللي حواليها، مش عايزة عينيها تبص في عيون الناس المحيطين بيها. جواها تفكير عميق وبتفتكر ذكريات كتير مرت بيها. مش سامعة كلام الشيخ نهائي ولا عارفة بيقول ايه، لأنها مركزة في حاجة تانية خالص. مش سعيدة وبتحاول على قد ما تقدر تداري التوتر اللي جواها. في جواها كمية لوم وعتاب لنفسها، وكأنها حاسة بالذنب. شيرين بتعاني من اضطراب الشخصية. شيرين بتعاني من متلازمة ستوكهولم، والمتلازمة دي بيتعاطف فيها الضحية مع الشخص اللي بيعتدي عليها أو بيعنفها، وده بيكون تصرف عكسي تماما من الشخص اللي وقع عليه الاعتداء أو الشخص الضحية تجاه الشخص اللي بيعنفه أو اللي بيعتدي عليه. وده بمرور الوقت بيخلي الشخص الضحية جواه مشاعر إيجابية تجاه الشخص اللي بيعنفه أو تجاه الشخص اللي هو واقع تحت تأثيره. أما حسام حبيب فهو شخص نرجسي، والشخص النرجسي ده بيكون أسهل ضحاياه هو الشخص اللي بيعاني من متلازمة ستوكهولم أو اضطراب الشخصية الحدية اللي بتعاني منها شيرين، لأنه بيكون سهل جدا إنه يسيطر عليه. لأن الشخص النرجسي والشخص ذو الشخصية الحدية بيكونوا كده زي ما يكون بينهم مغناطيس بيشدهم لبعض، لأن الشخص النرجسي دايما عنده إحساس بالعظمة، عكس الحدية اللي عندها دايما إحساس بالدونية، فبيحس إنهم بيكملوا بعض. يا ترى بعد التحليل ده تعاطفت مع شيرين ولا أخدت موقف منها لأنها رجعت لحسام؟